تعال يا ادم تعال. يا اهلا وسهلا، اتفضل. يا رب يا عم صادق احمد يصدق وتجيب لنا الفيديو اللي قال عليه، يمكن نقدر نعرفه اللي حصل لاخوي. ربنا يجيب العواقب سليمه ان شاء الله. مين؟ يا ابوي على بنتك دي يا خالي، بقالي ساعة مستنياها لحد ما صبري نفد. كيان ازيك عامله ايه؟ بخير الحمد لله. هي مروه كده طالعه لامها الله يرحمها. ايه يا اولاد مالكم واقفين كده ليه؟ اتفضل اقعدوا. اقعد يا ادم. دي كيان زي اختك بالظبط. ايه مروه اتاخرت عليك زي العاده مش كده؟ قلت اجي لك استناها عندك. اهي جات اهي. لو كنت صبرتي كان زمانكم جيتوا مع بعض. كيان ايه اللي تعرفيه عن يحيى مش عاوزه تقوليه؟ يحيى؟ ما عرفش حاجة. ليه بتسألني؟ عشان انت اللي بعت لي الرساله اللي بتقولي فيها ارجع الحق اخوك غايب وما تنكريش. وانا من ساعه ما رجعت وانا عايز اتكلم معاكي، بس ما حبيتش اعمل لك مشكله في البيت، وانا ما جبتش موضوع الرساله ده في التحقيق. ما حبيتش اسمك يجي في البلاغ. بس كيان قولي لي ايه اللي تعرفيه عن اخوي؟ قولي لي ايه اللي حصل لك؟ ها حبيب جدو اتوحشتك يا هي فين؟ هي فين اللي على طول مستعجلة دي؟ مش تقولي خلينا عندك ضيوف؟ ضيوف مين؟ ده ادم مش غريب صاحب بيت. طيب استأذن انا. اشوفك بكره يا عم صادق ان شاء الله. السلام عليكم. طب استنى هوصلك. ايه؟ بتبصولي ليه؟ آدم الموضوع ملوش أي علاقة بيا. أنا فعلا بعت لك رسالة عشان تيجي تدور على أخوك. أنا بعمل خير ومليش أي غرض تاني. قابلني بكرة وأنا هفهمك كل حاجة. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watchit.com.